تخيل معايا شاب اول مره يمثل في حياته وهو اصلا اسمه ترند. سبحان الله، يطلع على اي فيديو في اليوتيوب، يطلع على اي فيديو في اي منصه، يطلع على اي حاجه، انت تلقائيا بتبتسم. احمد رمزي طالع السنه دي بطل في مسلسل. انا في قمه سعادتي حرفيا. انا متوقع ان احمد رمزي السنه دي هيبقى دي السنه اللي هتعمل له طفره في حياته. الطفره الاولانيه بعد ما عمل فيديو منى الشاذلي، ودي الطفره الثانيه اللي هتقلب حياته 180 درجه. احمد رمزي عامل السنه دي مسلسل اوعدكم وراهنكم وبص واحلف لكم 100 يمين انه هيبقى من اجمد مسلسلات رمضان 26. هكلمكم عن رايي في المسلسل مبدئيا، وهوضح لكم مين ابطال العمل، والاهم منهم هم المخرجين والمنتجين، وفي مخرجين في قصه كبيره، مش موضوع بسيط كده خالص، وهقول لك تقييم وتوقعاتي للاحداث وتسريبات من قلب الاستديو. بس قبل ما ابدا، ايدك سريعا كده على زرار اللايك والسبسكرايب عشان كتير من اللي بيتفرجوا علينا مش عاملين سبسكرايب، ويلا بينا نبدا. يا مساء الفل عليكم، معاكم اسلام الدولي، والنهارده هتكلم معاكم في توقعاتي لمسلسل فخر الدلتا، واوضح لك الشخصيات الاساسيه والعناصر المهمه وسبب نجاح المسلسل من قبل ما يتم الاعلان عنه. احمد رمزي، كمال ابو ري، احمد عصام السيد، وانتصار، ومحمد محمود، وطارق عبود، تامر ابراهيم، وحجاج عبد العظيم، وتامر هجرس. والمفاجاه بالنسبه لي ان الاقي صوره واسم الاستاذ حسين فهمي. ايه ده؟ ايه يا احمد يا رمزي الجمدان اللي انت بادئ بيه اول مسلسل بحياتك بطوله يبقى معاك حسين فهمي؟ انت عارف يا احمد يا رمزي المسلسل ده بالاسامي اللي انا قلتها دي هيروح فين؟ وعندك برضو علي السبع ووليد عبد الغني واحمد صيام. احنا بنتكلم دلوقتي عن نوعيه من الممثلين دماغ، يعني ازاي الميكس ده هيتعمل؟ ولكن انا هفاجئك واقول لك ان المخرجين، مش المخرج بس، المخرجين بتوع العمل دول هم ساندرا نشأت وهادي بسيوني اللي انا بعشقه. انا توب فان عندك يا هادي بسيوني، لو شفت الفيديو ده انا توب فان ليك، خلي بالك انا من عشاق المراجعه النهائيه. هادي بسيوني صاحب برنامج المراجعه النهائيه على اليوتيوب، وده يعتبر من اول اعماله الرئيسيه. دايما كان بيبقى مساعد مخرج وهو مبدع. هو اتفرج له على فيديو واحد من على اليوتيوب بتاعه، اقسم بالله انت هتحبه. انا يا جدع حاطط لك فيديوهات على الديسك توب، وقسما بالله بعشقك. اما الاستاذه العملاقه ساندرا نشأت دي، انت ازاي قلبك؟ يعني انا برضو انا عارف، يعني انا واثق ان انت واثقه في احمد رمزي، واثقه في الكرو، واثقه في هادي بسيوني، انا عارف كل الكلام ده كله ومتوقع مستبشر بوجودك انت اللي هيقلب الدنيا. ليه مستبشر؟ واحده عملت المصلحه ومسجون ترانزيت وملاك اسكندريه والرهينه وحراميه في كي جي 2 وحراميه في تايلاند. هتعمل ايه؟ تخيلوا. اقول لك على حاجه، اقول لك على فيلم من اخراجها مش هتصدق. الراقصة والسياسي. تخيلها بقى، ساندرا نشأت بنفسها هتعمل مسلسل او هتخرج مسلسل لمين؟ لأحمد رمزي مع هادي بسيوني المبدع والكرياتيف، والله اكبر عليه. يعني انا شايف ميكس اخراجي ده بالنسبه لي اجمد ميكس اخراجي في رمضان 26 السنه دي. اما النص الثاني لنجاح هذا العمل هو المؤلف اللي انا بعشقه، عبد الرحمن جويش. شخصيه عسليه جدا، سيبك من ان هو شخصيه عسليه جدا خالص، ده مش موضوعنا. اعماله الراجل مؤلف لحلقات للدحيح ومتحف الدحيح، وهو اللي مؤلف النص الجزء الاولاني بتاع احمد امين، وهو اللي مؤلف النص الجزء الثاني اللي هيتعرض في رمضان 26، وهو اللي عامل الساده الافاضل، وهو اللي عامل الصفاره، والمسلسل اللي عيالي قرفني بيه مكتوب عليا. وطول الوقت العيال قرفني يا بابا، عايزين جلو عايزين جلو عايزين جلو انا تعبت حرفيا. يعني ايه الجمدان ده اصلا؟ انك خيالك يوديك انك تعمل مسلسل زي مكتوب عليا، فانت مؤلف طلعت الفضاء حرفيا. والاجمد والاجمد هو المنتج اللي دخل في مغامره قويه، ولكن هو معاه العوامل اللي تنجحه. كرو تمثيل عالمي، كل اللي انا ذكرتهم لك في اول الفيديو، وعندك المخرجه ساندرا نشأت وهادي بسيوني، عندك المؤلف عبد الرحمن جويش. اعماله ايه؟ قول لي كده يا دولي، اعمال المنتج ده ايه؟ المنتج ده بيروح بيخاف قلبه مش جايبه؟ لا، هفاجئك واصدمك. لعبه ابليس والصياد ومذكرات زوج والا انا وصوت وصوره وظرف اسود وزنهم والعوده والاصلي، وعندك اعمال كتير قوي ليه، وكلها اعمال احنا بنحبها، وكلها اعمال احنا عارفينها وحافظينها. مسلسل فكرته بتدور حوالين احمد رمزي اللي بتجسد شخصيه محمد صلاح اللي موجود في الارياف، وبيحاول انه يحقق حلمه، عايز يشتغل في الاعلانات والتمثيل والميديا، وبيحاول يجتهد في بلده او في القريه اللي هو منها، ويبدا مرحله التطور والصعود والنجاح والابتكار والابهار زي قصته الحقيقيه بالظبط.
تخيل بقى واحد داخل يعمل مسلسل، بطل مسلسل في اول عمل في حياته بيجسد شخصيته الحقيقيه بنسبه 60-70%. المسلسل من قبل ما يتعمل انا بقول لك المسلسل ده هياخد 10 من 10. المسلسل ده من قبل ما يتعمل هيبقى ترند في رمضان، وكميه ميمز وايموشن واستيكرات هتطلع منه رهيبه جدا. باقي الشخصيات يعني زي كمال ابو ريا وانتصار مثلا واحمد عصام السيد وحسين فهمي، الناس دي كلها ايه هيكون دورها في المسلسل محدش فاهم، محدش عارف. عندي تسريبات ولكن مش مؤكده، واوعدك اول ما تتاكد، حتى لو اتاكدت قبل رمضان هتلاقيني عملت لك فيديو تاني واقول لك التاكيدات بتاع كل شخصيه من الشخصيات اللي مشاركه في العمل ده بتقول ايه ودورها ايه في المسلسل وفي الاحداث. ولكن مبدئيا هو هيبقى اجمد مسلسل في رمضان ده مبدئيا بس كده. ليه؟ لان انا من عشاق احمد رمزي. المسلسل ياخد 10 من 10، هتفرج عليه لاخره. مش محتاجه اقول لكم ان المسلسل ده يا جدعان هيبقى، انا متحمس قوي. انا ليه متحمس كده؟ وده كان توقعي لمسلسل احمد رمزي فخر الدلتا لرمضان 2026. اتمنى لكم مشاهده سعيده ومستمتعه، وتصلوا على النبي في اخر الفيديو، واللي مش عامل لايك يعمل لايك بتاعه، والسبسكرايب بتاعك بيدعمني جدا. انا اسلام الدولي، واستناني في مراجعه جديده قريب قوي 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 اليومين الجايين. سلام.